الدوري ولع، الدوري ولع. وفي البدايه كده بص يا صديقي، اللي انت تسمعه مني النهارده يخليك تقول ده اهلاوي مجنون، ده بيقول اي كلام. بس والله اللي انا هقوله لك دوت هيبقى عن قناعات انا الشخصيه او اللي انا شايفه. خلينا نبدا. الدوري ولع، الدوري مش هينتهي الا في الدقايق الاخيره، مش الجوله الاخيره، في الدقايق الاخيره. الاهلي كسب انبي 3. كان فين من بدري؟ كان فين من بدري يا اهلي؟ بس الحمد لله الاهلي كسب انبي وبيراميدز سيراميكا تعادلوا 1-1، والزمالك خطف الماتش بتاع سموحه ب1-0. بقى ترتيب الدوري: زمالك، بيراميدز، اهلي 53 51 50. نيجي نمسك ماتش الاهلي وانبي كده الاول واحده واحده قبل ما اقول لكم الكلام اللي هيخليكم تقولوا ده تعبان في دماغه. بس والله تاني عن قناعاتي، ده بيبقى عن قناعات انا واللي انا شايفه واللي انا حاسه. الاهلي بدأ ماتش انبي بنفس تشكيله ماتش الزمالك باستثناء عشان تريزيجيه مصاب، لاعب زيزو. بدأ الاهلي الماتش في حاجه عايزه تتعمل، اللعيبه في حاجه عايزه تعملها. الاداء نوعا ما مش احسن حاجه طبعا، بس نوعا ما هتيجي تقارن بالماتشات اللي فاتت، فلا نوعا ما الاداء احسن كتير، الروح احسن كتير. نازل عايز اعرف، انا عارف انا عايز اعمل ايه. يعني انا نازل، انا نازل ماتش، نازل ماتش عارفه هي عايزه ايه، عارفه ان زي ما قلت لك هما ماتشين يا باشا، انا هكسب الماتشين وماليش دعوه بالفرق التانيه تعمل، ماليش دعوه بالزمالك، ماليش دعوه ببيراميدز. اكسب يا باشا الماتشين. كسبت انبي انزل اكسب المصري. واحسن حاجه والله العظيم ان الماتشات في نفس الميعاد، كلهم الساعه 8. فلعيبه نازله عارفه هي عايزه ايه، في روح، في لعب. يعني زيزو بدا يظهر، امام بدا يستعيد مستواه. انا عجبني امام النهارده، بينزل بيستلم، بيحاول يلعب الكره، يحاول يطلعها في الكره، بيأنم في بعض الحالات. الجبهه الشمال اشتغلت يا جدعان، الجبهه الشمال اشتغلت، وبقى كوكا يعمل الاوفرلاب وتتلعب له ويرفع. مفيش شغل الحنجله اللي انا اقعد الف كوكا يطلع، لا انا هلف واخش جوه اتقطع، اللي انتوا عارفين مين اللي بيعمله. فالجبهه الشمال اشتغلت لحد ما جه الجون الاول. الشحات يا سحس على رأي مدحت شلبي، شحات مين يا راجل؟ ده احنا اللي شحاتين. شحات مين يا راجل؟ ده احنا اللي شحاتين. اتلعبت له حلوه قوي من زيزو، رقص وفضل واحده واحده وهادي وراح رازعها له في الدقيقه في سقف الجون، من الزاويه الضيقه في سقف الجون. هو الحارس خلاص قاعد على ركبه ان الكوره اتلعب بالعرض بتاعه، وقفل الدقيقه من على الارض، راح مشمعها له في سقف الجون. دي خبرات، ده اللعيب الكبير، ده اللي حسين الشحات ده من الجيل ده ليه معزه خاصه عندي. ليه معزه خاصه عندي مش عشان مهاريا بس او فنيا بس، لا يا باشا، عشان الراجل دوت انا واحد من الناس عارف حبه وعشقه للنادي. والزوز رجع للتسجيل من ضربة جزاء، بس مش مشكلة والله العظيم، ما مشكلة. انا موافق يا عم، انا موافق يا زيزو، لان انا مش مع الحملة اللي مشايله زيزو كل حاجة الفترة اللي فاتت، مش في مستواه. بس واحد زي زيزو الواحد يقول لنفسه هو الثقة اللي عامل في كده، انه ما عندوش ثقة والثقة واقعة وانه جاي في فترة الاهلي واقف يقول لا يا عم ازاي لعيب زي ده ما يبقاش عنده ثقة، لعيب كبير، لعيب خبرات بس انا فرحان لان زيزو كنت بنتقده وكل حاجه عشان الاهلي، بس مش هيقول الليله كلها زي ما الناس ما بتعمل. وطبعا جون بن شرقي التالت. فالاهلي الحمد لله مفيش فنيات كتير والله ولا حاجه، بس الحمد لله ان الاداء رجع نوعا ما، الروح رجعت الليله اللي انتوا عارفينها دي كلها. قبل ما نكمل كلام عن الماتش عايز اقول لكم حاجه، بس محدش يقول عليا انا تعبان في دماغي، والله العظيم قناعاتي. الزمالك مش هياخد الدوري، الزمالك مش هياخد الدوري، وانا طول ما الدوري ما اتحسمش رسمي عندي ثقه في ده. سيبك بقى، اركن لعيبه، اركن مدير فني، اركن اداره، اركن اي حاجه على جنب، انا عندي ثقه في ده، في الشعار دوت اهو. طول ما الدوري في الملعب انا عندي ثقه يا باشا. تقول لي صعب، اقول لك بس مش مستحيل، والله العظيم مستحيل. تعادل بيراميدز النهارده سهل حاجات كتير قوي، مش في الدوري، مش كلقب الدوري، لا كمركز تاني. بمعنى اللي انا لو هتلعب الماتش الجاي على دوري الابطال او المركز التاني بس يعني، فانت تبقى مستني نتيجه ماتش من الاثنين، فريق واحد يقع من الاثنين، سواء تعادل بيراميدز او خساره الزمالك. طبعا احنا بنلعب على الدوري، احنا عايزين الاثنين يقعوا، عايز بيراميدز يتعادل وعايز الزمالك يخسر، بيراميدز يتعادل والزمالك يخسر والاهلي يكسب المصري يكسب الدوري.
بفرق نقط كمان، يعني سيبك انت المواجهات المباشره تبقى بيني وبين الزمالك وفرق نقط عن بيراميدز. فانت الناس بتقول لك صعب، انا مش شايفها صعب. انا شايف ان الزمالك في العشر ايام دول عنده ماتشين ذهاب وعوده للكونفدراليه، سافر الجزائر يلعب في الجزائر وهيجي في مصر يلعب مصر، وباذن الله هيخسر الكونفدراليه. باذن الله الزمالك هيخسر الكونفدراليه. بدني واقع، يجي معنوياته واقعه، حتى لو كسب الكونفدراليه مش حوار، بس البدني هيبقى واقع واللعيبه برضه، يعني انت هما في بص الحالتين هتبقى حلوه. لو كسبوا الكونفدراليه انت عارف حاله الفرح وبتاع، وتيك انزل يا سيراميكا طرقعهم. خسر الكونفدراليه الزمالك مش من النوع اللي هو ايه، لا انا خسرت الكونفدراليه عندي الدوري انا هنزل اقتل واعمل كل حاجه في الملعب عشان اخد الكونفدراليه. الزمالك ما فيهوش الحته ديت، برضه ينزل يا سيراميكا طرقعه. انا مش خايف، لا لو انا بنافس على الدوري كده بقول لك انا لسه عندي الامل، مش خايف غير من سموحه ديت. سموحه يعني انا مش عارف هتعمل قدام بيراميدز، يعني بيراميدز لو نزلت لعبت هتاكل سموحه. هنرجع نقول الحمد لله، ما بنقولش الحمد لله على المركز الثاني وكل حاجه، بس هو اللي قدامنا احسن ملعب كونفدراليه. بس انا طول ما الدوري موجود هيفضل عندي امل في الدوري. انا عايزك تتخيل معايا كده، تخيل بس مجرد تخيل، ها تخيل كده او كده، تخيل ايوه سيب جسمك افرد راسك، تخيل الزمالك لعب الماتشين الجايين بتاع الكونفدراليه وخسر الكونفدراليه، رجع الدوري خسر ماتش سيراميكا وخسر الدوري، سواء بيراميدز او الاهلي اللي خدوه باذن الله الاهلي، وخسر الدوري وخسر المركز التاني، لعب مركز طلع مركز تاني يلعب كونفدراليه. تخيل هنعمل فيهم ايه؟ تخيل هيبقى موقفهم ايه؟ وانا عندي احساس ان ده اللي هيحصل باذن الله. احساس انا بقول لك اهوت، الزمالك هيخسر الكونفدراليه ومش هيكسب الدوري. بعيدا بقى الله اعلم مين اللي هيكسبه، اهلي ولا بيراميدز، باذن الله بس الزمالك مش هيكسب الدوري دي بنسبه كبيره، الكونفدراليه باذن الله مش هيكسبها. فانت تخيل بس عليا النعمه، ده انا افتح لكم لايف يوتيوب ولايف تيك توك مش هيبقى ورايا حاجه غيركم، مش هيبقى ورايا حاجه غيركم، همسككم انت فاهم. ان شاء الله تكمل على خير. فنرجع لماتش انبي. انا شايف ان 95% من اللعيبه لعبت اداء كويس، بس انا بقول لك اداء كويس مش الاداء اللي هو الواو، لا بس بالنسبه ومقارنه بالماتشات اللي قبل كده هو اداء كويس. الروح نوعا ما عن اللي قبل كده كويسه، يعني مفيش كلام. والقهوه كلها انت بتشدها كتير، بتروح باربع خمس كور بتجيب منهم 3 جوان، ده ما ده حاجه حلوه مش حاجه وحشه. بدل ما اروح ب 20 30 كوره ما اعرفش اجيب منها جون، كان بيحصل معانا كتير. بس احنا بصراحه الفتره اللي فاتت لا كنا عارفين نروح لا كنا عارفين نجيب جوان. يلا فتره وعدت ونركز في اللي جاي. في لعيبه بدات تفوق، في لعيبه رجعت تبدا لمستواها، وكل دوت والله العظيم هتغير لو جبنا جهاز فني كويس. نيجي لحته الجهاز الفني. بمناسبة الكلام، يعني في كلام اتردد على حسام البدري. ازاي يعني؟ ازاي يعني بعد كل دوت اللي حصلت والناس اللي عارفة الأحداث اللي حصلت، ازاي حسام البدري يرجع؟ ازاي؟ خلاص يا باشا، رجع عصام الحضري مسكه مدرب حراس، رجع إبراهيم سعيد، رجع رمضان صبحي، رجع ورجع ورجع ورجع، خلاص خلاص. امال الناس اللي ترجع بقى مصطفى يونس ورجع مجدي عبد الغني ورجع الناس ديت، ما هم برضه المشاكل اللي هم بيغلطوا في الاهلي وفي اداره الاهلي وبتاع، فعشان كده الناس قلب عليهم. خلاص رجع كل دوت، رجع كل دوت. انا بقول لك الاداره في عهد الكابتن الخطيب ضيعت حاجات كتير قوي من مبادئ النادي، كتير قوي قوي. عدتهم لك قبل كده، من خساره جمهورك للعيبه ما كانش تحلم تعدي ولا ينفع تعدي، حتى من قدام سور النادي لبستهم تيشيرت الاهلي وبقى مجبر عليا انا كمشجع ان انا ادعمهم. مش مجبر اللي هو حد جابرني، لا يا باشا مش كده، مجبر ان هو لابس التيشيرت بتاع الاهلي فانا مجبر ادعمه. لهيبه الاهلي افريقيا مع حكام، مع اتحاد افريقي المحليه بقى، مع حكام مصريين، مع اتحاد كوره. حاجات كتير بتحصل ما كانتش بتحصل قبل كده، حاجات كتير ما كانش حد يقدر يعملها مع الاهلي، ولو كان حد بيطلع بس قرار او تصريح كان بيفكر فيه 500 مره. كل ده ضاع. فانا بالنسبه لي ما يهمنيش غير مصلحه فريقي، مش وقته. لسه في ماتش المصري، ماتش يوم 15/5 تقريبا، يوم 15/5، ماتش مهم وماتش مش سهل. اركن بقى الزمالك وسيراميكا وبيراميدز وسموحه، ماتش الاهلي ومصر مش سهل. معاهم مدرب محترم، معاهم عماد النحاس، عاملين اداء كويس قوي من ساعه لما هو جه ومسك والدنيا ماشيه معاهم. سيراميكا ينزل قدام الزمالك هيقاتل برضه عشان ما يخسرش المركز الرابع، لان هو يبقى في حسابه لو خسر من مثلا من الزمالك ومصر كسب الاهلي لا قدر الله يعني.
باذن الله باذن الله لسه دوري في الملعب ومش هيتحسب في اخر جوله. الدوري مولع، دوري يا جدعان من فتره كبيره قوي ما حصلش الموضوع ده. الدوري مش هيتحسب الا في الدقائق الاخيره، في الدقائق الاخيره من ماتشات الجوله. يعني يبقى الاهلي بيلاعب المصري، الزمالك بيلاعب سيراميكا، سموحه وبيراميدز، الدوري مش هيتحسب الا في نهايه في الدقائق الاخيره من الماتشات دي، وخليك فاكر. وان شاء الله يبقى دوري سينمائي والدنيا. انت عارف هنعمل ايه، انت عارف هنعمل ايه. مش عايز اعشم حد بس انا بالنسبه لي متعشم متعشم. باذن الله انا باحساسي بنسبه كبيره الزمالك هيقعد قدام سيراميكا بالخساره بنسبه كبيره، احساس انا والله اعلى واعلم، عشان برضو ايه، بس احساسي هيبقى راجع من الكونفدراليه زي ما قلت لك، على الضغط، على ضغط الجمهور، على التوتر بتاع اللعيبه. سيراميكا نازل يا باشا مش باقي على حاجه، انزل العب يا عم عمرو السوليه بقى باللعيبه بتاعتك. ودي ودي يا كابتن علي ماهر. انا خوف كله، انا خوف كله في اخر جوله من بيراميدز. انا مش، انا عايز بيراميدز يتعادل مع سموحه، الله اعلم. فباذن الله خير، باذن الله خير. كل الدعم لعيبه الاهلي اللي بدات تفوق، اي نعم متاخر بس بدات تفوق. وانا زي ما قلت لك ال 80% اللي كان بيحصل من الاداره وليها مدير الفني والجهاز الفني ويليهم اللعيبه. فباذن الله خير، وباذن الله الدوري لسه في الملعب وهنلعب لاخر نفس يا اهلي، لاخر نفس يا اهلي. وخليها على الله. اشوفكم في حلقه جديده.